السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنتكلم مثلا عايزين نعمل عرض مثلا 100 قطعة مصري أو 150 قطعة مصري. تمام. فهي مكوناتها إيه؟ يعني العرض ده لازم يبقى شامل حاجات كتيرة قوي. محدش بيشتري مثلا مكرر عملة مثلا 50 قطعة من دي و50 قطعة من دي، مثلا 15 قروش، خمس قروش النسر أو الصقر مثلا، أو 10 قروش مثلا، أو 10 مليمات بس. فلازم يبقى العرض مشكل. احنا هنجهز دلوقتي عرض عشان نقدر نبيعه. يعني ممكن نبيع ال 100 قطعة ب 250، وفي 100 قطعة ب 200 جنيه، وفي 100 قطعة ب 150 جنيه. احنا هنعمل الوسط اللي هو 100 قطعة ب 200 جنيه، بلاش 250 طبعا. بيبقى فيها حاجات اكتر وحاجات كويسة نوعا ما، وفي انصرات وكده. فاحنا هنبتدي بقى نشرح لكم ازاي ممكن نعمل 100 قطعة ونعرضها للبيع كبند يعني، ونصور ازاي. مثلا النهارده مثلا هنيجي مثلا ناخد من اللي هو 1972 جمهورية مصر العربية ده، الصقر مش النسر. طبعا في منه 10 قروش وخمس قروش خلاص. وفي 1976 67 دي بتاعت النسر، الجمهورية العربية المتحدة. تمام. في منها دي 5 قروش وفي 10 قروش. تمام. هنحط كده دول على بعض ونعد مثلا 20 قطعة مشكل من ده ومن ده، 10 و10 مثلا. هنعد دي 1 2 3 4 مثلا 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. حالتهم تبقى كويسة. 16 16 17 18 19 20 مثلا 21 22 23 24 25. هنقول 25 قطعة. تمام. طيب هنيجي بقى هنا مثلا 10 مليمات. 10 مليمات هناخد منهم 10 قطع. 10 مليمات 10 قطع. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. طيب ممكن ناخد كمان 5 مليمات. 5 مليمات مثلا ناخد منهم 10. ادي 4 5 6 7 8 9 10. تمام. احنا كده وصلنا كام؟ 25 و10 و10 يبقى 45. طيب ممكن ناخد مثلا 5 ارباع مخرومة. 5 كده احنا قلنا 50. دول 50 قطعة. تمام. هنيجي بقى نشكل بقى خمسات عشرات. طيب دول 50 قطعة. ممكن القرشين اللي هي الصقر 10 قطع، يبقى كده احنا قلنا 60. تمام. ده 60 قطعة. طيب التذكاري الصغير اللي هو 5 مليمات و10 مليمات 10 قطعة اهو. ده التذكاري الصغير. تمام. مشكل طبعا يعني مش كله، في حاجات مختلفة اهي. مش الكاميرا كده جايبها اهي. 10 قطع يبقى احنا اتكلمنا في 70. طيب لازم الجزء الالمونيا دي مثلا ناخد منه 1 مليم 5 مليم و10 مليم 5. يبقى كام؟ 65. و5 الاهرامات. الاهرامات مثلا في منه 5 قروش وقرشين وقرش سعر 5، يبقى 70. و5 مثلا القلعة وجامع محمد علي يبقى 75. تمام. 75. هنيجي مثلا هنا لازم يبقى في الريال الكبير ده مثلا قطعتين. الريال ده محترم، انا بحبه جدا، تحس انه زي الفضة وكبير كده خير زمان. يبقى مثلا منه ده 2 و3 تذكاري مثلا يبقى 5، يبقى 80. تمام. 80. هنيجي بعد كده مثلا لازم يبقى في ابو الهول. ابو الهول من ده القديم قوي 57 و58 في 5 مليمات و10 مليمات كده يبقى 85. ماشي. هنيجي ناخد من دول المشكاة 5 قروش 10، يبقى كده ايه 95. هنيجي ناخد النسر. النسر ده بقى بكله يعني في مثلا 1 مليم اهو، وفي 2 مليم اهو، وفي 5 مليم. دول 5. يبقى كده احنا اتكلمنا في كام؟ 95. تمام. هنشكل بقى مثلا 95. هنحط اللي هو ربع جنيه ده 2 مثلا، ودي تذكاري اللي هو 20 مليم
ادي ايه 97. وهنحط اي قطعتين تاني عشان نكمل ال100. ممكن يبقوا مثلا الفاو مثلا من ده 73 اهو كده. عملنا 100. نحاول بقى احنا نفردهم ونصور ال100 دول تمام صورتين مثلا، على اي موقع من المواقع اللي احنا قلناها في الفيديوهات السابقة. هنبتدي نقول مثلا 100 قطعة مصري 200 جنيه. يعني القطعة تبقى واقفة ب2 جنيه. انت لو جبت مثلا الريال ده مثلا ب5 جنيه لو انصر تمام، او ربع جنيه مثلا ب3 جنيه. ابو الهول غالي جدا على فكرة، ممكن يبقى 10 جنيه القطعة او 5 جنيه تمام. ده بيتباع ب3 جنيه. النسر 60. التذكاري القطعة ب2 جنيه و2 ونص وساعات ب3 والانصر 5. هتلاقي بقى التشكيل الفاو برضو دي مطلوبة ال5 مليمات دي. يعني في حاجات كتيرة قوي جميلة جدا، وممكن ان احنا بنقدر ان احنا العرض بتاعنا ده وما يخسرناش. الحمد لله ان احنا بنجيب زي ما قلنا بنجيب ازاي ومنين، وبنبيع بسعر كويس قوي. وانا عندي العرض ده متوفر لو حد عايزه بنفس التشكيلة كده الهواية يعني. كان معاكم احمد حسن عواد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.